هاي، اهلا بيكم في مامي's كيتشن. يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة وصفة ولادي بيحبوها جدا جدا وهي الكوكيز بقطع الشوكولات. كل الناس بتحبها، انا شخصيا بحبها على الفطار، ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحتاج الوصفة دي دقيق وبيضتين وسكر بني وكمان سكر ابيض وزبدة ومعلقة بيكنج صودا وباكت فانيليا وكمان قطع شوكولاته انا مقطعاها يعني. كل المقادير هحطها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس، هتبصوا عليها المقادير بالظبط يعني بالجرامات وبالكوبايات. حطيت المعلقه بتاعه البيكنج صودا على الدقيق بتاعي، هما كانوا كوبايتين وربع دقيق، وقلبتهم كويس وشلتهم على جنب. هحط دلوقتي السكر بتاعي على بعضه، الابيض على البني، وهخلطهم مع بعض. وكمان هحط كوبايه الا ربع من الزبده. اهم حاجه لما تيجوا تعايروا يبقى الكوبايه اللي بتعايروا بيها هي نفس الكوبايه اللي بتعايروا بيها كل حاجه، يعني الدقيق زيه زي الزبده زيه زي كوبايه السكر مثلا في المعيار. هفضل اضرب بالمضرب السلك، ودي من احلى الحاجات اللي في الوصفه دي ان انا ما بضربش بمضرب الكهرباء. انا بحب الوصفه دي قوي لاني بستخدم ايدي وبس، مش محتاجه اكتر من كده. اول ما هلاقيها اتخلطت كويس مع بعض هحط عليها على طول البيضتين بتوعي، واحده وهقلبها والتانية على طول بعدها. طبعا اللي عايز يستخدم مضرب السلك مفيش مشكله لو حد اسهل له يعني، بس انا بالنسبه لي الاسهل دايما بيكون المضرب بتاع الايد. وهحط الباكت بتاعه الفانيليا، طبعا اللي عنده فانيليا سايله بتبقى احسن بكتير، كمان استخدموها طبعا. وهضربها تاني شويه كمان مع بعض لحد ما احس ان هما اتجانسوا مع بعض، دخلوا جوه بعض. زي ما انتوا شايفين اهي اتضربت كويس جدا. هبتدي بقى احط الدقيق بتاعي واحده واحده واضربهم كميه كميه علشان يبقى سهل معايا، لان بعد كده العجينه هتتقل مني فهتبقى تقيله شويه، مش هتنفع بالمضرب، فيستحسن بعد كده ان احنا نشيل المضرب وهنستخدم السباتولا، هتبقى الطف. سباتولا بقى معلقه خشب مفيش مشكله، اي حاجه تلملي الدقيق في العجينه. هحط بقى دلوقتي اخر شويه من الدقيق وهقلب. بصوا بقى هقولكوا على حاجه، لو لقيتوا العجينه طريه قوي معاكم بزياده ممكن ترشوها رشه خفيفه خالص من الدقيق. الفكره في العجينه دي انها تبقى طريه بس مش ملزقه قوي، يعني هوريكوا ازاي. دلوقتي انا بقلب اهو، هفضل اقلب فيها كويس لحد ما كل الدقيق يخلص مني اهو. دلوقتي انا العجينه بتاعتي مظبوطه، فانا مش محتاجه ان انا ارش حاجه، بس هوريكم القوام المظبوط بتاع العجينه. هقلب بقى قطع الشوكولاته جوه العجينه. بصوا العجينه عامله ازاي، ان انا لما اجي احطها فوق بعضها ما تبقاش لازقه في المعلقه زي ما انتوا شايفين كده. فانتوا لو لقيتوها عندكم، طبعا كل نوع دقيق حسب ما بياخد سوائل، لو لقيتوها عندكم ملزقه ما فيش مشكله ابدا انك ترشي رشه من الدقيق كمان وتقلبيها. هاخد بقى المعلقه بتاعه الايس كريم علشان انا عايزه الكوكيز حجمها يبقى كبير، لان الكوكيز دي بتنفش او بتفرش في الصينيه في الفرن، فعايزه حجم الكوكي تبقى كبيره، فبعملها بالمنظر ده. كمان اللي ما عندوش السكوب بتاعه الايس كريم دي تقدروا تستخدموا معلقه عاديه جدا، معلقتين، وبتزقي بواحده وبتكوري بالتانيه بالمنظر ده وبتزقيها خلاص كده عامله زي الايس كريم. حطيتهم بعيد عن بعض زي ما انتوا شايفين علشان خاطر زي ما قلت لكم لما هتفرش في الصينيه. هحطها على درجه حراره 180. بصوا فرشت ازاي، مش اكتر من 12 دقيقه. لو زودتي عن 12 دقيقه اللي هيحصل كالتالي، انها هتنشف منك جدا. لما تطلع لازم نسيبها تبرد تماما تماما وبعد كده نشيلها من الصينيه. على فكره تip صغيره، لما هتطلع هتلاقيها ممكن تقولي ايه ده دي نيه، ايه ده مش مستويه، بس صدقوني بتبقى طريه وجميله جدا اول ما تنشف او اول ما تبرد. وبنقدمها بالمنظر ده، احلى كوكيز ممكن تاكلوها في الفطار. وما تنسوش تجربوا الوصفه، وكمان لو عجبتكم الوصفه دي ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان تعملوا سبسكرايب في الشانل علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.